لو انت مصمم جرافيك وشغلك حلو بس مش عارف تجيب شغل او عملاء، خليك معايا علشان المشكلة أبسط وأخطر مما تتخيل. تعالوا نشرح الموضوع ده مع بعض. فسلام وتحياتي ليكم جميعا، معاكم أخوكم أبو حمزة. من غير تنظير ولا كلام فاضي، هنتكلم ببساطة عن ليه مصممين شغلهم حلو فعلا ومش بيجيبوا أو يجيلهم شغل. بس تعالوا الأول أقول لكم على عرض مميز جدا هينقل شكل فيديوهاتكم في حتة تانية. بتشوف الفيديوهات دي كتير على النت ونفسك تعمل زيها، أو حاسس إن شغلك في المونتاج واقف في مكانه ومش بيتطور؟ بتدور كتير، تضيع وقت، تنزل حاجات من هنا وحاجات من هنا، وفي الآخر النتيجة ولا شكل برو ولا شغل يرضيك. علشان كده أنا جمعت لك أفضل وأكبر باكج ملحقات مونتاج وجرافيك، كل اللي المحترفين بيستخدموه في مكان واحد. أيقونات عادية، أيقونات مجسمة، أيقونات أنيميشن، صور مجسمة بيستخدمها المحترفين، انتقالات احترافية، تأثيرات احترافية، VFX سينمائي، خلفيات احترافية، خلفيات متحركة، شخصيات VIP، ساوند إفكت مميز، وخطوط احترافية. باكج واحد يوفر عليك وقت ويخلي شغلك شكله برو ويرفع مستواك حتة تانية تماما، وكل ده بسعر مميز جدا، بسيط وعلى قد الإيد. ما تفكرش كتير، لو شغلك مهم بالنسبة لك ولو عايز تطلع فيديوهات تقيلة من أول مرة، تقدر تتواصل معايا من خلال الواتساب، الرقم موجود في وصف الفيديو، وخلي شغلك يتكلم عنك. أغلب المصممين فاكرين إن الحل إنهم يتعلموا أكتر، يزودوا أدوات وبرامج أكتر، أو يقللوا سعرهم، بس الحقيقة كل ده بيزود المشكلة مش بيحلها. الغلطة الأولى، أول غلطة، إنك بتصمم بهدف إعجاب وإبهار الناس. خليني أحكي لك مثال بسيط. تعمل تصميم جامد تنزله على صفحتك أيا كانت فين، بعد شوية هتلاقي التعليقات كلها إيجابية وتحفة، بس بعد أسبوع أو فترة من الوقت ولا رسالة شغل ولا أي حاجة. يا ترى ده ليه؟ علشان التصميم معمول علشان يبهر ويعجب الناس، مش علشان يتباع. العميل مش هيقعد يحلل ولا يقدر التفاصيل الكتير اللي احنا عاملينها، هو بيشوف حاجة واحدة بس، ده هيجيب لي فلوس ولا لا. الغلطة التانية انك بتبيع مهارة مش حل. لما تدخل تكلم عميل وتقول انا بعرف اعمل بوستات واعمل لوجو واشتغل 3D وفيديوهات، ده بالظبط زي انك بتقول انا بعرف استعمل مفك او شاكوش او غيره من الادوات. بس السؤال الحقيقي، هتصلح ايه؟ العميل مش عايز بوستر ولا فيديو، هو عايز الناس تدخل المحل بتاعه وتشتري المنتج وتحفظ اسمه. الغلطة الثالثة ان شغلك كله حلو بس مش مفهوم. شفت شغل ناس كتير جدا جميل وتحفة، بس اول ما تبص عليه تسأل هو لمين؟ التصميم ده معمول علشان ايه؟ ولو التصميم محتاج شرح يبقى التصميم خسر أهم هدف ليه. التصميم الصح بيتفهم في 3 ثواني. التحول الحقيقي في الموضوع حصل أول ما سألت نفسك سؤال واحد بس، التصميم ده هيعمل إيه للعميل مش شكله إيه. من اللحظة دي الشغل بقى يجيب شغل والعميل يرجع تاني، لأن أنت اديته حلول وبعتله المنتج بتاعه. الكلام ده مش معناه إني بقول تبطل تعمل شغل حلو، بالعكس، بس خليك فاهم الذوق لوحده مش بيأكل عيش، لازم أفكار وحلول تساعد العميل في شغله. لو حابب في الفيديو الجاي اوريك ازاي تخلي التصميم مفهوم ويجيب عميل، سيب لي في التعليقات. ولو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان نقدر نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.